Good afternoon. تحية أي واحد اشترك في القناة مع النجم على الكسلان. سلام جايز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واخيرا النجوم ديال المنتخب الوطني رجعوا للمنتخب. الخبر اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو هو حكيم زياش. كانوا بزاف ديال الناس كيقولوا ما غيرجعش، راه تخلى عليه الركراكي. حكيم زياش راه من احسن اللاعبين اللي كاينين في العالم الخوت، راه ما يمكنش اصاحبي، راه هو النجم الاول الى جينا نشوفه منطقيا في المنتخب المغربي، راه هو النجم الاول في المنتخب بكل صراحه. كاين اشرف حكيمي، ولكن الى جينا نشوفه بالمنطق راه حكيم زياش هو النجم الاول. يعني ما نقولكش بدون استثناء اشرف حكيمي، وكاين لاعبين واعرين في المنتخب، ولكن واش يمكن للركراكي يتخلى على حكيم زياش؟ ما يمكنش الخوت، لان مره اخرى ملي ما كانش يستدعاه كان باقي ما عوضش الامور ديالو في الدوري التركي او في غالاطاساراي في النادي ديالو الجديد. شفنا بزاف ديال اللاعبين زادوا في المنتخب، يعني شفنا ريتشاردسون اللي كان في المنتخب المغربي 23 سنه، شفنا امين عادلي، شفنا يعني بزاف ديال اللاعبين اللي ما كانوش في المنتخب حاليا طلعوا للمنتخب المغربي الاول. يعني ان شاء الله يا ربي هاد كوب دافريكا يكون ديال المغرب. يعني شفنا اللاعبين كاملين رجعوا كاملين يعني بصحه جيده. السؤال اللي كان كيطرحوا بزاف ديال الناس هو واش حكيم زياش غادي يرجع للمنتخب ولا ما غيرجعش، ولكن هل يعقل يعني النجم الاول ما غيرجعش للمنتخب؟ يعني فعلا باقي كنوضح هذا الشيء في واحد الندوه صحفيه، كيقول بان حكيم زياش ما يمكنليش نعيط له، هو باقي ما عودش الامور ديالو في النادي ديالو الجديد اللي هو غالاطاساراي. وفعلا نزل اللائحه المنتخب المغربي كان حكيم زياش يعني يلا نزل رجلو في تركيا، يعني ما يمكنش يعيط له، هو باقي ما عوضش الامور ديالو مع النادي ديالو اللي هو غالاطاساراي. المهم الخوت، تشوف النجوم ديال كرة القدم ديال المنتخب المغربي كتفرح، يعني كتشوفهم رجعوا كاملين، يعني كترتاح، كتقول بان المنتخب اللي شفناه في كأس العالم راه هو كمال عاوتاني. فرحت بزاف حيت رجعوا اللاعبين كامل، رجعوا اللاعبين اللي ولفناهم في المنتخب الوطني في مونديال قطر. هادشي اللي كاين الخوت، كنتمنى التفاعل ديالكم. تصلوا في راسكم. تحية أي واحد اشترك في القناة مع النجم على الكسلان.